أنا كنت ماشية في طريق نهايته كانت هلاك، بس ما كنتش حاسة، لإني زي ما بيقولوا كده كنت عايشة اللحظة، مش شايفة أي حاجة بعدها. كنت فاكرة إني بعيش، بس الحقيقة إني كنت باموت كل يوم بسبب البعد عن ربنا. أنا بنت عادية، أو على الأقل ده اللي الناس شايفاه يعني، بس أنا كنت عارفة أنا مين كويس، وعارفة كمان أنا باعمل إيه. كنت باضحك وباخرج، باصور وبانزل، كل حاجة كانت حلوة من برّه، بس من جوّه كنت فاضية ومخنوقة ومكسورة. كنت باصلّي، يعني أوقات على الأقل. صلاتي صح كانت متقطّعة وبلا روح. كنت بادعي، بس وأنا باعمل حاجة غلط. كنت بادعي دايمًا إن ربنا يستر عليّا. عارفة لمّا توصلي لمرحلة إنِّك بتعملي الغلط وأنتِ عارفة إن ده غلط، بس بتكمّلي عادي؟ أنا كنت هناك. وفي يوم، اليوم اللي غيّر حياتي للأبد، كنت خارجة مع صحابي يعني زي كل يوم، وكنت ناوية أعمل حاجة عارفة إن هي غلط. كنت جاهزة، لبسي، مكياجي، ضحكتي. وأنا طالعة، أمي وقّفتني قبل ما أخرج، قالت لي: "تعالي نصلي ركعتين." أنا قلبي مش مرتاح. ضحكت وقُلت لها: "بلاش دراما بقى يا ماما، أنا متأخرة كده، كده." قالت لي جملة لسه فاكراها بصوتها لحد النهارده: "يا بنتي، الدعوة اللي من قلبي ممكن تكون سبب نجاتِك." أنا بصراحة سكتّ ورُحت أصلّي معاها، بس يعني صلّيت ركعتين كده بسرعة وخرجت على طول. وأنت بتسمعني دلوقتي، لو تعرف اللي حصل لي بعدها، هتفهم ليه قلبي دلوقتي ما بقاش هو. وإحنا في الطريق، صحابي طلبوا نعدّي من شارع تاني. أنا كنت ماسكة الموبايل ومركّزة فيه، باصوّر فيديو يعني، وفجأة اللي حواليّا كلّهم بيصرخوا، وصوت فرامل عالية أوي. العربية اتقلبت. كل حاجة تقريبًا حصلت في ثواني. صحيت، لقيت نفسي في المستشفى. أنا يعني بخير نسبيًا، بس اللي حواليّا، اللي منهم اتصاب واللي منهم مات. وأنا على السرير جات لي مكالمة، أمي وهي بتبكي وبتقول لي: "أنا كنت بادعي طول الوقت، بادعي ربنا يحوشِك من الشر." قُلت: "يا رب خُد من عمري وسيب لها نجاة." أنا انهارت لمّا سمعت الكلام ده، مش من الحادثة ولا من التعب. انهارت لإني فهمت حاجة واحدة بس: أنا كنت هاموت وأنا على معصية. كنت هاموت وآخر حاجة عملتها كانت كدبة وضحكة ونظر حرام. لو كنت مُت، كنت هاقابل ربنا إزاي؟ باللي كنت لابساه، والّا بالركعتين اللي صليتهم بسرعة عشان ألحق الخروجة، وكانت كمان من غير قلب. بعد الحادثة دي بقيت أقعد بالساعات أبُص للسقف وأسأل نفسي: لو مُت النهارده، أنا مستعدة؟ هو ربنا سترني ليه؟ يمكن دي كانت آخر فرصة ليّا. ومن هنا بدأت الرحلة. قطعت علاقتي بكل حاجة بتبعدني عن ربنا. ابتديت أتوضّى بجد وأصلّي بدموع. قريت قرآن وحسيت إن ربنا بيتكلم معايا. بكيت كتير أوي، بس ما كنتش بابكي ضعف. أنا كنت بابكي شكر لربنا اللي ربنا ما خدنيش وأنا بعيدة عنه. اللي بيسمعني دلوقتي، أنا باحكي لك حكايتي، مش عشان تقول لي دي كانت محظوظة. أنا باحكي لك عشان تعرف إن كلنا لينا لحظة، لحظة نجاة، لحظة ربنا بيبعت لك فيها فرصة، بدعوة، بكلمة، بموقف، بحادثة زي اللي حصلت لي. السؤال هنا: هتستغل اللحظة والّا هتعدّيها؟ أنا أنا كتبت بداية جديدة لنفسي، بس البداية
كانت بعد ما شُفت نهايتي قدّامي. وأنت هتفضل مستني الخطر ييجي لحد بابك والّا هتفتح قلبك لربنا قبل ما يتقفل عليك كتابك؟ اشترك في قناة كلمة تهديك وخلّي كل فيديو نسمعه يكون خطوة جديدة في طريقك لله. ولو جسمك كان بيقشعر وأنت بتحكي القصة اللي اتبعتت لي دي، فاعرف إن ربنا بيدق على بابك دلوقتي، افتح له.